هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. من أهداف إذاعة الوفاق تحكيم الدستور واستتباب العدل، تحقيق المساواة لدى كافة أبناء الوطن، والعيش في ظل الاحترام المتبادل، كما تهدف إلى العمل على إسقاط النظام الهقدف الجائر وإنشاء كيان يسوده العدل والإنصاف، وتهدف أيضا إلى تمكين الشعب من امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية لبلده، والعيش للشعب الإريتري بالمساواة والسلام والوئام والاحترام المتبادل، وإبعاد نظام هقدف من السلطة، وإحقاق العدل، وتشجيع شعبنا في الداخل والخارج لمواكبة قضايا البلد مجتمعين. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية، وندعوكم بكل إجلال وتقدير إلى متابعة برامجنا لهذا اليوم السبت 31 من شهر أغسطس لعام 2019. نبدأ برامجنا بقراءة منجزات هذا الأسبوع، وإليكم العناوين أولا. انعقاد مهرجان باسم مبادرة الأمهات لإنقاذ الشعب والوطن. جمعية الوفاق للدراسات الإريترية تعقد اجتماعا في مدينة سياتل بولاية واشنطن. اجتماعات نظام هقدف بالخارج تواجه تحديات ومقاومة شديدة من قبل الجماهير الإريترية. كانت تلك عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريترية. أقامت الجماهير الإريترية في المهجر مهرجانا كبيرا تحت شعار مبادرة الأمهات لإنقاذ الوطن والشعب، وذلك من 23 إلى 25 أغسطس في مدينة فرانكفورت الألمانية. وكان أهم أعمال المهرجان مواجهة أعمال هقدف القمعي الذي كان السبب في لجوء عدد كبير من الإريتريين، وأيضا العمل على تضييق الهوة والخلافات بين المنظمات الديمقراطية والتنظيمات والأحزاب السياسية، حسب ما أفادت به المصادر المقربة من المهرجان. وقد حضر السمينار مئات من الإريتريين، واجتمعوا في حلق مصغرة على طاولات مستديرة، وناقشوا أوضاع اللاجئين، مسألة المساواة والتسامح والتصالح. وقد افتتح المهرجان بأدعية وقداس من قادة الأديان، واختتم أيضا بالابتهالات.
عقدت جمعية الوفاق للدراسات الإريترية اجتماعا هاما في مدينة سياتل الواشنطنية بقيادة المناضلين الأخ سنغال والدكتور صلاح. وقد سبق هذا الاجتماع اجتماعات مماثلة في منطقة الشاطئ الأمريكي ومدينة تورنتو الكندية. وكان هذا الاجتماع الأخير قد عقد تحت شعار الوفاق الوطني من أجل إنقاذ الوطن والشعب. وتركزت الحوارات والمناقشات حول كيفية إنشاء وإيجاد الوفاق، إذ أنها الوسيلة الوحيدة للتغيير وإزاحة النظام. لذلك لا بد بأخذ سلاح الوفاق والوئام الجماهيري للوصول إلى الغاية المنشودة. تفيد الأخبار أن الاجتماعات التي تجري حاليا في الخارج من قبل نظام هيجدف تواجه معارضة شديدة من قبل الجماهير الإريترية في المهجر. الوفد الهجدفي وبقيادة السيدة فوزية هاشم وزيرة العدل للنظام قد قوبل في كل مدينة حلوا بها أو عقدوا اجتماعا بمعاضة واستهجان من أبناء الجالية الإريترية، معبرين عن استيائهم من النظام ونفاذ صبرهم من إجراء أي إصلاحات في إدارة السياسة. وفي السبت الماضي وعلى خلفية تلك الاجتماعات في مدينة دالاس بولاية تكساس، ألقت الجماهير وابلا من الأسئلة على الوزيرة فوزية، حيث اعترفت الأخيرة بوجود مشاكل داخل إريتريا. بعد ذلك ارتدى المشاركون في الاجتماع قمصانا مكتوب عليها شعارات كفاية، تعبيرا عن رفضهم استمرار نظام السياسة في الحكم على البلاد والعباد. من جانب آخر، عقد سفير النظام في السودان السيد إبراهيم إدريس سيمينارا في الخرطوم بتاريخ 23 أغسطس في جمع من الإريتريين المقيمين في السودان. وفي مستهل حديثه قال السفير إبراهيم أن الجبهة الشعبية نتاج النضال العادل للشعب الإريتري، وأنه لا يزال يواصل نضاله متصديا العراقيل والمخططات ضده في السيادة والوحدة الوطنية، وأنه الآن بصدد تطبيق البرنامج التنموي للوطن. بعد ذلك فتح باب النقاش والأسئلة، حيث قام أحد الفتية بتوجيه توبيخا لاذعا على السفير قائلا: أنت سفير إريتريا في السودان، والسفير يدافع عن شعبه وجاليته في المهجر. هل حصل منك أيها السفير ولو مرة واحدة أن قمت بزيارة للاجئين الإريتريين؟ هل سألت عن المشاكل التي تواجه الإريتريين في معسكرات اللاجئين؟ على أثرها قام الحضور بأداء تصفيق حار لهذا الشاب لتوجيهه تلك الأسئلة. ومع هذا الهتاف والتصفيق ألغى هجدف فكرة إنشاء مجلس تنظيم الإريتريين تحت قيادة السفارة. إلى هنا وينتهي حصاد هذا الأسبوع، أترككم في رعاية الله وحفظه. من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. أعلناها ثورة في 61. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في برنامجنا السياسي لهذا اليوم نتناول الحلقة الثانية من الورقة السياسية التي قدمها لنا الأستاذ محمد نور صالح كراني، وهي بعنوان العمل السياسي ما بعد التغيير في أريتريا. نتناول اليوم المحور الثاني، إشكالية النظرة الكلية للمكونات والهويات الإريترية بين التعدد والوحدة وانعكاساتها في العمل السياسي.
عندما تطرح على الإنسان الإريتري سؤال بسيط: من أنت؟ ليعرف نفسه وهويته، سوف تجد أجوبة متعددة تكون للبعض بسيطة وللبعض الآخر معقدة، بل نشأت أجيال في المهجر تشعر بفقدان الهوية والانتماء حسب الزوايا التي ينظر بها للسؤال. وبشكل عام موضوع الهوية موضوع معقد تتداخل فيه اللغة والثقافة والدين والعادات والانتماءات والتربية، وتؤثر فيه البيئة والأحداث وعوامل الزمن. لهذا هدف هذا المحور ليس تقديم بحث حول الهوية بالرغم من أهمية ذلك، وبالذات في الواقع الإريتري الذي يتميز بتعدد وتداخل المكونات، لكن موضوع هذا المحور سوف يركز على هذا الموضوع من الناحية السياسية وإشكاليته في تحقيق التغيير الآمن أو تعقيد الأمور. إذا طرحنا تساؤل لاتخاذ موقف سياسي عن هوية إريتريا، ما هي؟ ومما تتكون؟ وعلى ماذا تستند؟ ومن يحددها؟ ومن له حق تعريفها؟ وكيف يعرف الإنسان الإريتري بهويته؟ وما هو دورها وتأثيرها في بناء وتماسك النسيج الوطني وصراع النفوذ فيه وتشكله؟ ودور الهوية في بناء العلاقات مع المحيط الإقليمي ودول الجوار. هذه الأسئلة التي تبدو سهلة لكنها عندما تتفاعل في الواقع السياسي والقانوني وصراع نفوذ سوف تكون معقدة جدا، بل قد تتحول إلى هويات قاتلة كما ذكر أمين معروف في كتابه القيم الهويات القاتلة، بل هي كانت فعلا قاتلة. صراع إثني في رواندا، وإثني ومذهبي في العراق، قبلي في الصومال، وهي كذلك الآن في إثيوبيا والسودان بشقيه الشمال والجنوب وبأشكال مختلفة. كل هذه الأسئلة لن أدخل في نقاش حولها أو محاولة الإجابة عليها لتعقيداتها وأهميتها، وإنها تحتاج إلى حوار نخبوي هادئ مبني على أبحاث ودراسات، ثم إيجاد رأي عام مجتمعي لتتحول لعقد اجتماعي بين مختلف مكونات الوطن ليصبح وطن التعايش المستدام والآمن والمستقر. وأعتقد جازما بأن مهمة هذا الجيل الحالي ليست مهمة ترقيع، بل هي مهمة إيجاد حلول جذرية واقعية وعادلة واستراتيجية ومستدامة ليعبد الطريق لدولة المواطنة والرفاهية للجيل القادم. إن الهويات والمكونات الأريترية الوطنية تحكمها 4 دوائر رئيسية متداخلة و5 ثنائيات: الهوية أو المكون الوشائجي، قبلي وإقليمي ومذهبي. الهوية الإثنية، الهوية والمكون العقدي، مسلم مسيحي. والهوية الوطنية الإريترية، والتي لم تحدد أو لم يتم إجماع وتوافق حول الأسس التي تبنى عليها وكيفية تشكلها، إضافة إلى كل ذلك تأثيرات المهجر على هوية الجيل الجديد. أما الثنائيات ال5 والتي هي أعمدة البناء الوطني تتمثل في الانتماء التاريخي والجغرافي للمحيط العربي والإفريقي، وثنائية اللغة العربية والتجرية، الثنائية الدينية الإسلام والمسيحية، مع مراعاة المعتقدات الوثنية الثنائية الثقافية العربية والتجرية، مجتمع مسلم ومجتمع مسيحي. هذه الثنائيات من وجهة نظري هي بمثابة جناحين بهما تقلع إريتريا في بنائها الحضاري بين الأمم. كل هذه الهويات المتداخلة بالتأكيد تؤثر على تطلعات ومواقف ومزاج المواطن الإريتري السياسية وموقفه من التغيير القادم، بحيث تجعل خياراته مضطربة وانتماءاته مشتتة تتجاذبها أطراف ومواقف عدة، وبالذات في مرحلة التغيير الذي تتشكل فيها معالم الوطن الكلية. وبعد هذه التجربة الفاشلة من الحكم بعد الاستقلال، وإن هذا الأمر لا يمكن تأجيله للغد إذا كنا حقا نبحث عن تغيير آمن وسلام مستدام وبناء مؤسسات ديمقراطية وطنية حقيقية، وليست ديمقراطية صورية التي تقنن للظلم. فمثلا لو أخذنا على سبيل المثال إشكالية اللغة في إريتريا وصراع النفوذ حولها، والعقلية والذهنية والمخاوف والتطلعات المحيطة بها بين جهتي التنافس الرئيسيتين المكون المسلم والمسيحي، سوف نجد كل مكون ضمن هذه المواقف له نظرة كلية ضبابية للهوية الوطنية وفق تصوره الذهني وتكوينه الثقافي وتطلعاته السياسية. فعندما يقول طرف ما الشعب الإريتري، يقول طرف آخر حزب إريترا، أو يستخدم مصطلح حبشة. الصورة الذهنية مختلفة تماما وإن كان المعنى واحد، إذ أن الموقف من اللغة ليس بالسطحية التي ينظر إليها البعض، وليست المشكلة في لغات عمل. الأمر أعقد من ذلك بكثير، إنه صراع نفوذ حول إيجاد مركز وأطراف مبعثرة ومهمشة،
ومن ثم تشكيل الهوية الوطنية على ضوء ذلك. تكتسي اللغة وخاصة في الواقع الإريتري أهمية كبيرة، وتعتبر أحد مرتكزات وثوابت الوطن الذي بني عليها، لا أقول عقد اجتماعي لكن تفاهمات وطنية أثناء مرحلة حق تقرير المصير وفترة الكفاح المسلح. يقول أمين معلوف عن أهميتها لأن اللغة تمتلك تلك الخصوصية المدهشة في أنها عنصر هوية وأداة اتصال في وقت ذاته. إن فصل اللغة عن الهوية غير ممكن وغير مفيد، فقدر اللغة أن تبقى محور الهوية الثقافية، وأن يبقى التنوع اللغوي محور كل تنوع. وكما يقول الدكتور محمد مختار الشنقيطي بأن الهويات تتراكم زمانا وتتزاحم مكانا، ولذا تراكمت الهويات الإريترية خلال العقود الماضية من الكفاح السياسي إلى الكفاح المسلح، وخلال 3 عقود تقريبا من الاستقلال. هذا التراكم والتزاحم وانعدام الثقة وعدم المقدرة في بلورة مشروع وطني جامع تسبب في إشكالية ترتيب أولويات الهوية. لذا نرى إن أبرز معالمها عندما تأتي صيغة نحن وهم ومواقف مصيرية تتمحور هذا الهوية حول المرتكزات الدينية واللغوية والثقافية، وسوف تبقى هكذا خلال المنظور القريب. فالحل ليس التهميش أو التسطيح والتأجيل أو التجاهل، الحل يكمن في مجابهة هذا الواقع كما هو لا كما نحلم، وترشيده فكريا عبر الحوار، وإداراته حضاريا عبر مواثيق وقوانين ومؤسسات، حتى نصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان. لذا لو أردنا حلولا حقيقية وعادلة فلا بد من تحديد المشكل الوطني والأزمة وجذورها. أين هي الأزمة؟ هل هي في المجتمع أم في النخب السياسية أم في غياب مؤسسات سياسية؟ ومتى تحدث في الحالات العامة أو في مواقف خاصة؟ ولماذا تحدث نتيجة فعل داخلي ذاتي موضوعي أم عبر مؤثر خارجي؟ هذا التحليل الجذري للمشكل الوطني بالرغم من تعقيداته ومتاعبه وتعرجاته، لكنه يظل الطريق الصحيح من أجل التوصل إلى معرفة كيفية تجاوز الأزمة وحل المشكل الوطني وتحديد الموارد والطاقات المطلوبة لإنجاح هذا المشروع، ومن خلالها نستطيع أن نقيس فيما إذا تم حل المشكلة وتجاوزنا الأزمة أم لا. لابد من الغوص في عمق وجذور الأزمة الوطنية في البيئة والتراث الذي أنتجها، ثم القيم والأفكار التي نتجت عنها، والنخب والمجتمع الذي تبناها، والقرارات والخطط والمواقف التي نتجت من هذا التبني. بهذا الطريق يمكن إيجاد حلول مستدامة وبناء مجتمع راشد. أما النظر في السطح الظاهر من الأفعال والبناء عليه لا يوجد حلولا، بل يعمق الأزمة، ومن ثم ينعكس في العمل السياسي والمواقف السياسية لكل الأطراف. إذا نحن بحاجة لتغييرات جذرية في الأفكار والقناعات والممارسات العملية فيما يتعلق برؤيتنا لإريتريا كوطن متعدد المكونات ضمن وحدة تحترم خصوصية التعدد، والتعدد ذاته ينبغي أن يعزز الوحدة. لكن المشكل يكمن كما يقول الشهيد عثمان السب في كتابه القيم بذور الخلافات الإريترية: الخطورة تأتي عندما يتجاهل فريق وطني مصلحة الفريق الآخر ويحاول فرض سماته الخاصة على الآخرين. والترجيح للهوية ليس للتفضيل بل وفق رؤية وطنية سياسية لتحقيق الصالح العام. لذا نحن في إريتريا من الناحية السياسية بحاجة لترجيح هوية وطنية متفق عليها. هل هي ثنائية الهوية الدينية والثقافية واللغوية لبناء وحدة صلبة تقوم على التراضي وفق عقد اجتماعي مع الاعتراف بشرعية وأهمية ومكانة الهويات الوطنية الأخرى الإثنية والانتماءات الخاصة، أم هوية السياسة ومشروعه القومي الذي جعلنا بهوية ضبابية؟ وانطلاقا من كل ذلك فإن تقنين وإدارة هذا التحدي للمكونات سوف يواجهنا في قادم الأيام لا محالة، ونتيجة للغبن والقهر المتراكم وانتشار السلاح وإمكانية التدخلات الإقليمية يمكن أن يجعل نعمة التعدد نقمة وهويات قاتلة. إذا لم ننتهز الفرصة السانحة أمامنا اليوم ونأخذ العبر والدروس من تجارب الآخرين ونستعد ذهنيا ونقعد للمسائل بموازين العدل فكريا لنصل لحلول وتوافقات وطنية حول أزمة الهوية. يقول الدكتور مهاتير محمد: نحن شعب متعدد الأعراق والثقافات، وكنا أمام خيارين: إما أن نتقاتل ونتقاسم البؤس، أو نتعايش ونتقاسم الرفاه والسلام. فأجمعت إرادتنا الوطنية على الخيار الثاني، ونحن في إريتريا كأصحاب مشروع للتغيير فالخيار متروك لنا، أي السبل نسلك.
طريق التناحر أم طريق التعايش؟ إلى اللقاء في الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه الورقة. تحياتي. من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. أعلناها ثورة في 61. عواتي في سويداء مملكة السويد، لأحمد شريف. لن يأتي سبتمبر هذا العام مكسور الجناح كما تعود، ولن يأتي دامع العين كما تسرب في نفوس النشامى أو تشرد، ولن يلقى بعد الآن أوراقه التي جفت من طول السرى، كما لن يقلم أظفار الذكرى ويلقيها في اليم، ولن يتلو على القوم بيانه من جديد بعد أن نكث من نكث عن عهده وأمانته. لن يصافح الآكلين من موائده بنهم وبلا شكر، ولن يسأل عن وديعة ضيعها القوم وهم صغارا، ثم ما لبثوا أن هتكوا شرف الأمانة بعد أن شبوا كبارا، قاتلين لأحلام الأرامل والعذارى من حيث لا يعلمون. أجل لن ينقطع أوداجه من فرط القتام وسوء اللئام وجور الأنام على الأنام. لقد طفح كيل التجافي وبلغ الخوف أطراف الوتين، ولكن هذا السبتمبر الوهاج يطل باسما هذه المرة، بعد أن ظل مشروخ الوجد مكلوم الشغاف، رغم أن بعض الرهط لم يلق أوزار الخيانة عن كاهله، يحملها مكسوة بشيء من زيف وهتاف ونعيق. عاش سبتمبر في وجه العواصف الهوج والرياح الشياطين السود، يحملق كعادته في عين كل من تلا ما تلا من بيانات الشقاق والنفاق. يقهقهه هذا السبتمبر المجيد حتى البكاء، وعيناه الراميات الراقدتان في هدب الزمان تقول: أما آن لهذا الشعب أن وأن، وجبال من أن وأن ولات من أمين عليم. لن يلقى سبتمبر عصا ترحاله أبدا، لكنه سيطرح بساطه وحصيره على الأرض هذه المرة. هذه الأرض ما ظن أنه يوما ملاقيها، أرض لا تعرفه ولا يعرفها، فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وما من بد إلا أن يضع بعضا من أماناته في أرض لم تطأها أحلامه ولا أمانيه من قبل. أهكذا سرق القوم كل ما كان في جعبته من نبال؟ سرقوها ثم ولوا مدبرين، تارة قبلة الغرب يلعنهم اللاعنون، ويشرب من بئر صفقاتهم المطففون، حتى أوشكوا أن يلجأوا دكان يأجوج ومأجوج. آن لسبتمبر المبدأ والهدف، أن يكفكف دموعه اليوم ويمسح على أطرافه نتوءات ومحارق ما فتئت تنزف من نقوص جمع قد ضلوا وأضلوا كثيرا.
كان سبتمبر برمزيته من الشموخ من العلياء يشرئب نحو العلا، فيقرأ سفر الخالدين على مجمع من الدنيا، يتقدمهم قائد الركب الزعيم الوطني مفجر كفاح ثورة شعب هميم، الرمز الشهيد حامد إدريس عواتي وصحبه الكرام. ثم تسود لآلئ سبتمبر عندما يمد يديه الباسطتين ليعانق أرواحا من سهى سبتمبر، آله وبنيه ومن توكأت عصا الصمود منذ ذوي آدال حتى لقيت ربها راضية وسلمت روحها الطاهرة في أرض أودعها البطل القائد أمانة من أماناته. كلما أطل سبتمبر ملأوا عينيه زناد، كان يعتصره الأسى والأنين. كيف تنكب القوم أمانات الزعيم في أبنائه وأحفاده وأهله؟ كيف يواجه أحد أبنائه ممثلا في الدكتور كرار مع بنيه حمم الموت في سوريا العربية الشقيقة، رغم أنها هي من بين الشقيقات الوحيدات اللاتي كفن له حق العيش الكريم، وذلك اعترافا بزعامة ووطنية أبيه الرمز عواته، في حين تأجر من تأجر باسم جبهته، في حين تاجر من تاجر باسم جبهته جبهة التحرير الإريترية عواته، رمزا عظيما من رموزها الكثر ولو كره الفجرة الظلمة. وعلى أطراف المدينة المسروقة عاشت حرم الشهيد حياة ملؤها العزة والفخار، رقمة القسمة الضيزة، حتى لقيت ربها قبل فترة. هكذا قضى الدكتور كرار حامد إدريس عواته وعائلته ردحا من الزمن إلى أن حقق الله ما قدره في آجاله، فحان بحمد الله موعد الفرج أن تتشرف مملكة السويد باحتضان عطر من شموخ عوات البطل الشهم الشهيد المظلوم حيا وشهيدا. لقد كتب علينا أن نهنئ من يخرج من أرضه، لكن خروج آل عواته ليس كأي خروج. من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، أعلناها ثورة في 61. أعلناها ثورة في 61. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.